لا هو يعني لو يعني انا بصراحه مش عارفه، بس احنا هنروح فين يعني؟ ده مكاننا وعايشين فيه، يعني هنروح فين؟ يعني هيدينا تعويض فين يعني؟ يعني في مكان تاني؟ والله مش عارفه بصراحه اقول لك ايه، بس هو المفروض ان قبل ما بيعملوا حاجه زي كده بيشوفوا الناس دي هتروح فين، مش هيشيلوا خلاص يعني. بس لو في مكان كويس ماشي مفيش مشكله. لا غلط طبعا، انا البيت سترة ليا طبعا. الستر ولا امشي امشي كيلو ولا امشي متر من عند البيت اولى من اي مواصلات. عمر التعويض ما يعوض على الستر دلوقتي، لا مش موافق طبعا. يعني بقول لك ربنا يخلي لنا الريس ويقدم ما فيه الخير، بس ربنا يبعد عنه المشاكل بقى ويعيش زي الناس اللي عايشه. لا اكيد التعويض لازم يكون مناسب، يعني مناسب علشان انت بتسيبي مكان هتروحي مكان تاني، مش كده؟ احنا هنا تقريبا يعني تقدري تقولي احنا طرف وسط البلد، المنطقه دي انا 5 دقايق بيني وبين التحرير، 20 دقيقه بيني وبين المطار، 20 دقيقه بيني وبين الهرم، 15 دقيقه بيني وبين المعادي. فالمفروض ان هي تبقى يعني المقابل او التعويض يبقى مناسب. يعني انت عارف احنا ازمه السكن اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، وده من للصالح العام، يعني يهمنا مصر تبقى حلوه يعني. لا هو المصلحه لازم تمشي، لازم العمليه تمشي على طول، او لو عندنا بيت 20 دار يشيلوه. اصل هيشيل بيوت هيدي تعويض، المفروض يدي تعويض كويس. طلع واحد من بيته تاخد بيت يقول له هنعمل خط ماشي، يا ريت اي تطور واي طرق واي خطوط جديده حاجه كويسه في البلد. المهم يكون قلبهم على البلد وربنا يقدرهم بس يقللوا الفساد شويه، يعني ما يقدروش يلغوه. حسب الاضرار، حسب التعويضات اللي ممكن ترجع للناس. قيمه التعويض هي دي الفيصل ساعتها. اذا قيمه التعويض ممكن تؤهل الناس ان هم يبقى في سكن بديل بنفس القيمه التعويضيه اللي خدوها، ساعتها ما فيش ضرر والمصلحه العامه تمشي برضه في نفس الوقت. يعني في بعض الناس يقول لك ماشي انا موافق، وناس يقول لك لا مش هينفع. مش كل الناس اللي هتوافق، مش كل راي واحد. مفيش حد يبقى ثابت على راي واحد، في ممكن يتقبل بس الاقليه ممكن يتقبل. يعني الاقليه اللي ممكن يتقبل مثلا عايش في مكان بقاله 30 40 سنه وخد على المنطقه وخد على الناس اللي فيها، يبقى من الصعب شويه برضه علينا ننقل نروح مكان تاني. الناس اللي بيتها هتتشال هتقعد في الشارع ولا لازم يتوفر لها مكان؟ طب ما هو عشان اهد حاجه لازم اكون موفره لها مكان تاني، وعايزه حاجه كويسه، بس عايزه برضه ما يترميش في الشارع، اللي بيته يقع ما يترميش في الشارع. لو عوضوني وادوني مكان اقعد فيه ماشي. الموضوع ده جميل جدا بالنسبه للمترو، هي بس الفكره في ان انت هتعوض الناس لو هو فعلا يملك المكان، لكن لو ما يملكش المكان فما بتعوضوش. انت لو الراجل ده يملك المكان بتديله التعويض المناسب، بياخد بيت بداله وينقل فيه. ولكن هو كمترو اختراع كويس قوي، جميل جدا وبيوفر للناس طبعا مسافات كبيره جدا. بس هي الفكره ان منطقه الهرم بالذات ليها طابع خاص، لان منطقه الهرم دي منطقه اثريه من زمان. منطقه الهرم كلها ما ينفعش ان انا النهارده افحت تحت الارض واطلع اثارات، دي كلها مناطق اثارات. يعني كان الافيد ان انت تعمل لي المترو ده فوق الارض مش تحت الارض، ويتعمل بشكل مناسب وشكل حضاري وشكل جميل. بالنسبه للازالات اللي هتحصل، يعني احنا بنقول ان هو لو صاحب المكان فعلا ويملكه ياخد التعويض المناسب جدا عشان يعرف يلاقي سكن اخر. لو مغتصب الارض وتبع املاك الدوله طبعا مش هياخد حاجه. اكيد مشروع ناجح لو اتعمل عادي، هو ده مصلحه للكل مش مصلحه لي انا. حتى لو اتشال مكاني مش هيتشال اكتر من ان هو هيتنقل الناحيه الثانيه. لا لو هيتعمل هيحل ازمه كتير قوي عشان شارع الهرم بيبقى كل يوم من الساعه 7 الصبح لغايه الساعه 5 موقف الدنيا كلها، والناس كلها ما حدش فيهم اصلا بيوصل في المواعيد بسبب الزحمه اللي في الهرم. والله دي حاجه كويسه يعني الصراحه، يعني هيعمل مواصلات شويه. لا انا عن نفسي مش هوافق طبعا، هوافق. ليه؟ لان الواحد العقار ده هو اللي يعني الجنه بتاعت البني ادم برضه. يعني مش مثلا ده شارع الهرم. والله هو مشروع مهم بس اتاخر. احنا دايما هنا عندنا البلد بتبدا المشروع متاخره 30 سنه. وبعدين في مشكله كبيره، يعني اولا في مساكن قامت وفي ابراج قامت وفي محلات فتحت، التكلفه هتبقى اعلى، بس هو مشروع مهم بكل المقاييس.
انا كنت في المحافظه من كام يوم بسأل على الموضوع ده، لان انا عندنا شركه عقارات وكنا بنسعى على الاراضي اللي هم قالوا هياخدوا بنسبه 90% املاك دوله، واحتمال طفيف يعني الناس اللي هيتم نزع ملكيه منها حاجات قليله جدا. بس هو المشروع مهم جدا، بس في حاجات بقى مهمه غير المتر. يعني اولا شارع فيصل ده لازم يحصل فيه تخطيط هيكلي من الالف للياء. كل واحد عنده محل واخد قدامه 2 3 متر والعكس، فمشكله كبيره جدا شارع فيصل والهرم. لو في حد بيموت ممكن يموت او ما يوصل مستشفى المترو طبعا دي فكره عظيمه جدا، ودي المرحله يعتبر المرحله الرابعه هتوصل مش مربعه بس، هتوصلنا كمان تربطنا باكتوبر، ودي هتفيد الناس السكان في الهرم وفي فيصل لان احنا كده كنا محتاجين حاجه زي كده. طبعا انتوا شايفين زحمه المواصلات وهتخفض لان شارع الهرم ده شارع سياحه، عايزين يرجع زي زمان. طبعا زياده العقارات طالما هي في مصلحه البلد خلاص مفيش مشاكل. والله هو مشروع حلو ويفيدنا في حاجات كتير، وهيشيل الزحمه اللي في الهرم وفيصل، و يعني برضو التعويضات اللي الناس هتاخدها طالما حاجه حلوه ليهم خلاص. وغير كده برضو حاجه لازم تتعمل المفروض من سنين فاتت. حاجه كويسه جدا، يعني هيوفر مواصلات ويوفر كتر العربيات اللي موجوده، وهتبقى حاجه كويسه جدا. يعني ده مشروع كويس جدا جدا يعني، وهو عايزينه العقارات لازم يعوضوا الناس. هيبقى كويس وهيحل مشكله اللي في شارع الهرم اصلا. تعال انت من شارع الهرم وامشي كده من الساعه 11 ما تعرفش تمشي العربيه من المروطيه لطلبيه، خدت بالك للطلبيه، ومن الطلبيه يقول لك لحد المترو. يعني تركب المواصله لحد ما توصل مترو مش هيقل مثلا من 4 كيلو. يعني لو اثر على الناس برضه هيبقى مشكله، دي ما نعرفش حلها ايه. هتبقى برضه الناس اللي هيأثر عليها دي هتبقى مشكله بالنسبه لهم، لان انت لو عندك محل برضه وتيجي تقول لي هد هتبقى مشكله ثانيه برضه. ما احنا اللي ما نرضاهوش على نفسنا ما نرضاهوش على غيرنا. يعني انت لما تقول لي يدي لك المحل، ايه البديل اللي هتعمله لي؟ يفحروا يابا، انا انقل حالة العمد شويه، بعوز من عند ربنا. انا عايز ربنا يهديهم، عايز شعبان الغلابه، عايزين ناكل عيش بالحلال. معايا 2 معوقين وانا تعبان المقطوعه. لما يشيل العقارات دي، ما مش كل العقارات اللي هتشال، يعني دي حاجه بتبقى زي العشوائيات، دي لازم تتشال. لازم تكون زي ده عشوائي لازم يتشال، هو ده واخد مكان على الفاضي. اصلح المترو طبعا هيحل ازمه في المواصلات جامده قوي، هي هتبقى مشكله بالنسبه لهم عشان العقارات، الناس اللي قاعده في العقارات اكيد طبعا اكيد هيطلبوا تعويضات. حلو قوي، يا ريت يشتغل، يا ريت يشتغل. لا طبعا ما بينزلوش حاجه، بيبقوا عارفين ومخططين وفاهمين طبعا اذا كان هنا هيعمل حاجه محتاجه، لان منطقه الهرم طبعا كلها اثارات وحاجات قديمه. لازم يكون التخطيط صح بحيث ان هم ما ينزلوش حاجه تهدد اي اثار من اثار مصر. وانا اوافق على المصلحه العامه، ما دام انا هتعوض، ما دام انا هاخد مكان تاني اقعد فيه. ايه اللي عايزين الافكار الرجعيه دي نتنازل عنها خالص حقيقه. يعني الافكار اللي بقالنا 100 سنه متعلقين فيها، وده البيت اللي اتولدت فيه، وده البيت كل ما دام انا هياخدوا مني بيت ويدوني بيت تاني، ايه اللي هيحصل؟ طبعا حاجه كويسه جدا ان يبقى مواصله سهله بالنسبه لنا. طبعا صعب ان حد يزيل عقارات، انما هو كمواصله كسهله لينا بالنسبه لنا. يعني لو هيعوضوا الموضوع ده كويس، يعني مش اي مشكله.